السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اكل حلو بقى كده كلنا بنحبه، البامية والملوخية مع صينية الرقاق كده وفراخ محمرة ورز بشعرية والبتنجان. اكل مصري بقى كده من اللي هو يرم العظم. طبعا البامية خلاص ماشية من السوق، والملوخية كمان قربت خلاص اوانها انتهى. فالحقوا بقى كده كلكوا اكله ولا حاجه منها. انا بصراحه بحب الملوخيه وهي كده طازه في السوق، وبحب ان انا اكلها وهي كده، ما بحبش وهي متفرزه. حتى لو فرزناها احنا على ايدينا في التلاجة برضو يعني باكلها وبتبقى حلوه، بس ما بتبقاش زي وهي طازه في اوانها. سبحان الله، كل حاجه في الموسم بتاعها وفي اوانها بتبقى حلوه وطعمها تحفه. وهنا برضو الباميه بتاعتنا فريش ويعني البامية لقيتها عند واحدة فلاحة كده، كانت عندها بامية. فالبامية خلاص يعني قربت خلاص تنقرض، مفيش بقى بامية في السوق. البامية حلوة لما بتتفرز ما فيهاش اي مشكلة، بتطلع حلوة من الفريزر. لكن الملوخية من الحاجات اللي انا بحبها في اوانها، حتى لو جبتها اكياس بقتنع بيها قوي وهي طازة كده فريش. دي سفرتنا كده النهاردة، وعملنا الرقاق زي ما انتم شايفين والبتنجان المخلل. هنا معانا الفرختين بتوعنا بعد ما حمرتهم كده، بس كان في بقى اللي لسه ما جاش من الشغل شلنا له النايب بتاعه. فيلا بينا كده نعمل مع بعض الاكل بتاعنا ونشوف طريقه التحضير. طبعا الفراخ بتاعتك اهم حاجه تنظيفها يا جماعه يكون كويس جدا جدا. في الزفاره بقى في الفرخه ولا اي حاجه. ازاي نغسل الفرخه بتاعتنا تحت الحنفيه كويس جدا، نشيل اي ريش من بره، نضف القلب من جوه. الحتت اللي هي عند الورك اللي بيقولوا عليها دي كبده، دي مش كبده يا جماعه مبدئيا، يعني بتشيليها خالص لان دي زفاره. والفشه اللي من جوه وكل حاجه بتنضفي كويس جدا. محلول النقع ليمون وملح، بتمسكي الملح كده تعملي مساج للفرخه بالملح وبتبقى زي الفل. وبتنقعيها بقى حوالي نص ساعه تلت ساعه كده في الميه والملح والليمون. وبعد كده بتخرجيها تغسليها. الليمون والملح بيدخل ما بين العظم يتغلغل، لو في اي دم زايد بيشيله. تمام كده. بعد كده برجع تاني اشطفهم واحطهم بقى في ملح وليمون تاني اخر نقع بقى فيهم. واقوم جايه بقى غسلاهم غسله حلوه كده بعد 10 دقايق، يعني بنقعهم مرتين. يعني بصراحه الليمون من احلى الحاجات. في ناس بتحط لورا وفي ناس بتحط بتاع دوت، اللهم صل على النبي، دقيق. انا بصراحه لا، ملح وليمون بس. هنا عملنا ايه بقى؟ نزلنا بالفراخ بتاعتنا بعد ما الميه غليت وشيلنا الريم. حطينا بصلايه معموله بالملح والمدعوكه بملح وفلفل ومكعب من المرق وشويه حبهان مطحونين وورق لورا. وهنسيبها بقى تستوي مع نفسها كده وتاخدي منها شويه شوربه حلوين. هنا معانا معلقتين سمنه في كل حله. حطينا هنا بصلايه وحطينا هنا نص كيلو من اللحمه هنعمل عصاج، والبصله سايبينها كده تحمر علشان البامية. وهنا العصاج بتاعنا اول ما اللحمة خدت اللون اللي هو الرصاصي نزلنا عليها ببصلتين كبار متخرطين بالايد. العصاج بيبقى حلو لما بتبقى البصلة بتاعته ظاهرة كده وباينة. مفيش مانع يعني ان احنا برضو نضربها في الكبة لو احنا مستعجلين. بس كده ضفنا التوابل بتاعتنا للعصاج، ملح فلفل اسود بس ومكعب من المرق اختياري للناس اللي بتحبه. الناس اللي مش عايزاه مفيش مشكلة. هنا بقى بصلاية البامية او بصلاية البامية اول ما بتصفر معانا هننزل عليها بالطماطم. هنا ضفنا نص كوباية مية للعصاج علشان البصلة تستوي. هنسيب العصاج بقى يستوي. هنا بقى مع البامية ضفنا الطماطم مضروبة في الخلاط متصفية، فص توم كده شقيناه، وهنخرط قرن فلفل بيدوا طعم بقى وفوحة للبامية تحفة يا جماعة. هنسيبها كده تتسبك، واول ما تدخل كده في بداية التسبيك هنزود لها شوربة وننزل عليها بالبامية بتاعتنا. بس البامية خضرا ازاي وفريش. اي نعم انا منقياها كبيرة شوية بس كانت تحفة بجد. هنا بقى اول ما البامية دخلت في نص التسبيك نزلنا عليها براس توم بملح وفلفل اسود بس. احنا بنحط راس التوم نية قرب كده، ايه ما بتيجي البامية تتسبك بننزل براس توم نية ونسيبها تتسبك معاها تستوي معاها. لكن في ناس بتعمل طشة للبامية، احنا بصراحة لا، دي طريقتنا في البامية. بخولي احلى طبق بامية في الدنيا. هنا معانا بقى الشوربة ده نزلنا عليها بنص معلقة كده من التومة اللي احنا عاملينها بالكزبرة وسيبناها تستوي معاها. واللي خلى لون الشوربة كده تحمر هي الشطة. دي مش طماطم يا جماعة، دي شطة. ضفنا شوية شطة كده خلوها زي ما انتم شايفين حمرة كده، وخلوا لون الملوخية الخضراء بتاعتنا محمرة شوية. ما بنضيفش للملوخية الخضراء طماطم نهائيا. ممكن بنضيفها بس مع الملوخية الناشفة. كده بقى. وفككنا كده الملوخية بالشوكة وبدأنا ان احنا بقى نعمل التقلية. التقلية بتاعتنا عبارة عن تومة بكزبرة ناشفة،
وهنحمرها كده في شوية معلقة سمنة بلدي او في حبة زيت زي ما بتحبي خالص. ونزلنا بقى كده بالطشة، ونزلنا بشوية ملوخية كده، ناخد اللي في الطاسة كله ونقلبها تقليبا. الملوخية مش عايزينها ان هي تغلي على النار، يا دوبك بس كده اول ما تحس ان هي بدأت كده تعمل من الجناب، تنمل كده، تعمل يعني بتغلي كده من الجناب، مش غليان يعني، تنمل كده بس. تقومي جايه طافيه عليها البوتاجاز، ما تغطيهاش علشان ما تسقطش منك في الحله. كل شويه ملوخيه بقى عظمه، انا احلى ملوخيه باكلها من ايد امي وانا مستمتعه بصراحه. ربنا يبارك في عمرها يا رب. هي بصراحه ماما بتعمل احلى طبق ملوخيه في الدنيا. بس كده بقى خلاص عملنا بقى الاكل بتاعنا. طبعا الملوخيه والحاجات ديت كنا عاملينها في اخر المقطع، بس انا هنا ايه يعني رتبت الفيديو وخليت الرقاق في اخر حاجه. بس احنا طبعا الملوخيه بنخليها في اخر اكلنا، يعني الرقاق ده كان ورا الباميه المفروض. بس كده، فهنا بقى جبنا الرقاق، دهنا الصينيه بتاعتنا بالسمنه، وحطينا هنا في الشوربه بتاعتنا معلقه كده كبيره او معلقتين من السمنه البلدي، عشان مش هندهن بين الرقاق سمنه، احنا بنستكفى سمنه في الشوربه. ونبتدي ان احنا بقى نغطس الرقاق ونحط الطبقات. الرقاق بتاعك مدور او مربع كده كده بيدي نفس النتيجه في الصينيه. لو الرقاق مدور هتكسريه كده نصين او هتكسريه كده وتقومي جايه نازله بيه في الصينيه، ترتبيه وهيطلع معاكي في منتهى الجمال. يعني الرقاق والجلاش مفيش مانع لو متكسر ان انتي عايزه تشكليه وترتبيه، بيطلع معاكي وبيدي نتيجه كويسه. ما تقلقيش منه خالص، لان في بنوتات كتير اما تلاقيه اتكسر تقولك طب هيطلع بعد كده ازاي في التقطيع. بيطلع عادي خالص، مفيش منه مشكله. بص بقى، الشوربه دي ممكن كمان لو عندك لبن تحطي عليها كوبايه لبن كده وتغليها مع الشوربه، بيطلع طعم الرقاق حلو جدا. بس احنا بصراحه ما كانش عندنا لبن، فعملنا صينيه الرقاق بالطريقه العاديه التقليديه اللي متعودين عليها. والسمنه بتاعتنا احنا حاطينها زي ما قلت لكم في الشوربه. هنغطس بقى كده نص الكميه. بنعد بقى وحدات الرقاق وبنشوفهم، احنا عديناهم لقيناهم 14 رق، فحطينا تحت 7 وفوق بنحط 7. هنا نزلنا بقى باللحمه المفرومه المعصجه. وكمان صينيه الرقاق دي انت ممكن تحشيها كبد وقوانص متعصجه، بتبقى برضو طعمها حلو قوي يا جماعه، وبتدي طعم برضو تحفه. بس كده فردنا اللحمه ونزلنا بقى برقات الرقاق برضو كده على الوش. وهنا بقى دخلنا حطينا عليها شويه مغرفتين كده 3 من الشوربه. وهنضيف بقى السمنة على الوش. والسمنة لازم بقى يبقى كده صينية الرقاق عشان تبقى ليها طعم حلو تكون سمنة بلدي، يعني عندك سمنة بلدي ما تستخسريش، حطيها على الوش كده. بصوا دي كده زبدة بلدي، حطيها على وش الصينية. والله ولو ما عندكيش ما فيش مشكلة يا جماعة يعني خالص، لان ساعات بتصادف ان الواحد ما بيبقاش عنده سمنة بلدي، هيوقف يعني ما يعملش اكل للعيال. اعملوا واشتغلوا وكل حاجة بتطلع حلوة، سموا الله بس. بس كده دخلناها بقى الفرن، استوت كده وزي ما انتوا شايفين بنقطعها قبل ما ندخلها الفرن، طلعت بالجمال ده وطلعت شكلها تحفة كده، حلوة جدا وطعمها في منتهى الجمال. وحمرنا الفراخ بتاعتنا او زي ما انتوا شايفين، حمرنا الفرختين، شلنا بقى اللي مش موجودين نوايبهم، وخدنا بقى ايه للي موجود يتغدوا، علشان طبعا الجعان مش هيستنى اللي لسه ما جاش من بره. بس كده بقى خلاص خلصنا الاكل بتاعنا وعملنا كده احلى غدا. وزي ما قلت لكم الباميه بقى والملوخيه. الملوخيه الناس اللي عايزه تفرزها، تفريز الملوخيه يا جماعه شويه، يعني تخرطي الملوخيه بتاعتك وتحطي كده شويه ميه، ما تكتريش، شويه ميه صغيرين تفرديها وتبططيها كده في الاكياس بس من غير اي اضافات خالص، وشيليها في الفريزر وهتطلع معاكي زي الفل، تنزل على شوربه سخنه. لكن انا بصراحه مش من هوايه ان انا اشيل ملوخيه، بس جربت كتير حلوه وكل حاجه، بس مش زي وهي طازه. وده كانت سفرتنا النهارده، وده كان البتنجان بتاعنا. البتنجان معلش ما صورتوش، هقول لكم طريقته. بندق كده راس توم حلوه ومعاها كام قرن فلفل احمر، وبنحط عليهم ملح وليمون بس ومعلقتين من الخل، وبنحشي قلب البتنجان بنسلقه او بندحرجه في زي ما بتحبوا، لكن احنا هنا سلقينه. وبتقومي جايه الميه اللي بتتفضل منك بتاخدي فنجان او بتاخدي نص كوبايه من الميه السلق، عشان دي اللي بتحافظ لك عليه. بدي فيها على الليمون اللي متبقي عندك، وتعصري شويه ليمون تاني، معلقه يعني ليمونه كمان، وتحطي معلقه خل، وتظبطي الملح بتاعك، وتنزلي بقى بالدقه بتاعته كده عليه، وتاكلي احلى بتنجان في الدنيا.
بس كده خلصنا الفيديو وعملنا بقى الغدا بتاعنا، ويا رب كده الفيديو يعجبكم. متنسونيش في لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.